السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مباراة الزمالك المصري ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية. سوف نتعرف على موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة والملعب، ولكن قبل البداية لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل إعجاب للفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. والتفاصيل الآن. بعد تأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية، يصطدم الزمالك بنادي دريمز الغاني في نصف النهائي. وتأهل الزمالك إلى نصف النهائي بعد الفوز على فيوتشر في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، والتعادل بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب. وتأهل نادي دريمز الغاني إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على الملعب المالي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2، والتعادل في مباراة الإياب ب1-1. وسوف يواجه اتحاد الجزائر نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية، والمتأهل من مباراة الزمالك ودريمز سيواجه المتأهل من مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان في النهائي. تشكيل الزمالك: في حراسة المرمى محمد عواد، خط الدفاع عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح، خط الوسط أحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وشيكابالا وأوباما ومصطفى شلبي، خط الهجوم الجزيري. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة. وتنطلق المباراة يوم الأحد الموافق 21 أبريل 21/4 في تمام الساعة 11 بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 10 بتوقيت السعودية والعراق، الساعة 9 بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين، الساعة 8 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.